قواقع الأمير. إن شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض قواقع الأمير. فطاير قطنية رهيبة، طريقة ناجحة ومنتهى السهولة، وكمان طعمها أحلى من الباتيه والكيك، وتنفع كمان للولاد في المدارس. وكمان هنعمل حشوتين الاتنين أحلى من بعض، وممكن نعمل حشوات كتير جدا هتقعد معاكي أسبوع أو أسبوعين كمان، في منتهى الطراوة وفي منتهى السهولة. حاجة بسيطة وسهلة. أول مرة تشوفي قناتي متنسيش في لايك وشير واشتراك في القناة. سمي الله. ومعانا كيلو دقيق ما يعادل 6 كوبايات من الدقيق. هفضل اضيفهم كده في طبق غويط، وهسيب حوالي نص كوباية من الدقيق، يعني حسب العجن كده ما هياخد معايا من الدقيق. هبدأ اضيف كده الدقيق واحدة واحدة، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح. كل المكونات دي بضيفها جافة عليها. واضيف معلقة ونص من الخميرة الفورية، وبضيف عليهم نص معلقة من البيكنج باودر، ونص كوباية من السكر ما يعادل 6 معالق من السكر. وضيف عليهم بيضتين. الناس اللي عندها حساسية وما بتحبش تحط بيض ممكن تضيف علبة زبادي بديل للبيض. واضيف معلقة خل عليها عشان ريحة الزفارة بتاعة البيض. ومعايا مجين او كوبايتين من اللبن، حسب بقى الدقيق ما هياخد معايا. هبدأ بقى اقلب كده كله مع بعضه. الدقيق ممكن ياخد معايا من كوبايتين لبن لكوبايتين ونص، حسب بقى نوع الدقيق اللي انت جايباه. هبدأ كده تدريجيا كده واحدة واحدة ابدأ اضيف الدقيق وانا بعجن لحد لما العجينة تبدأ تلم معايا. اللبن بيبقى دافي شوية. نبدأ كده نقلب كده واحدة واحدة لحد لما العجينة تبدأ تلم معايا. اخدت معايا كوبايتين وخلاص لقيتها لمت خلاص. لقيتها محتاجة ان حاجة سايلة، ببدأ ان انا احط لها نص كوباية من الدقيق. انا ضفت كمان شوية دقيق من اللي باقيين معايا، وسبت كده حوالي 3 معالق كده ما احتاجتهمش. كده كيلو الدقيق بتاعي خد كوبايتين ونص من اللبن. زي ما قلتلك من كوبايتين لكوبايتين ونص حسب نوع الدقيق بتاعك. خلاص كده العجينة بدأت تلم معايا، ببدأ اضيف عليها نص كوباية. انا ضفت نص كوبايه الزيت، وبدات ان انا المها بقى كده بره، يعني رفعتها كده من الطبق حطيتها كده عندي على الرخامه، وبدات ان انا اعجنها. لما لمت معايا هي بتتلم بسهوله بعد الزيت، ما بتاخدش معانا حوالي 10 دقايق كده ولميناها خلاص بالزيت. يعني عجينه سهله وناعمه وكمان بتتشد. اول ما تمسكي حته العجينه وتبداي ان انت تلاقيها اتشدت معاكي وما اتقطعتش، يبقى كده خلاص بقت جاهزه معانا. معلش بقى سامحوني، الحته بقى او المقطع بتاع الفيديو اللي كنت بلم بيه العجينه الزيت اتقطع. فكده خلاص انا لميتها بالزيت زي ما انتم شايفين، ما بتلزقش ولا اي حاجه. محتاجناش ولا ميه ولا لبن ولا زيت تاني، نفس الكميه اللي عملتها. هي كده خلاص بقت تمام. هبدا احطها بقى في الطبق بتاعي، وادهنها دهن زيت كده من على الوش، واغطيها من ساعه لساعتين. اغطيها كده بورق كده زي ما انتم شايفين، وهرمي عليها كده فوطه، واسيبها بقى في مكان دافي كده من ساعه لساعتين حسب ما تلاقي الطبق اتملى معاكي والعجينه رفعت معانا. كده خلاص العجينه خمرت معايا، اي اخدت معايا ساعه ونص في الخمر. زي ما انتم شايفين كده لازم العجينه ترفع معاكي. طول ما رفعتش معاكي والطبق بتاعك ما اتملاش، يبقى العجينه لسه محتاجه خمر. انا خلاص فضيتها من الطبق كده وحطيتها على الرف كده زي ما انتم شايفين. مش محتاجه ادهن زيت، ولا محتاجه زيت ولا دي ولا اي حاجه. عجينه سهله معايا. هبدا ان انا اقطعها كده قطعتين، وكل قطعه هبدا اقطعها 12 كوره، يعني هتعمل معايا 24 كوره. زي ما انتم شايفين هبدا اعملها كده زي رول، واقطعيها بقى تقطيعات متساويه. يعني هي ال 12 كرة دي بصراحة بتطلع مظبوطة، يعني ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. بتطلع معاكي كده زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو، تطلع معانا حجم مناسب. هبدأ ان انا اكورها كده كور متساوية كده زي ما انتوا شايفين. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تصلوا على الرسول، ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة. زي ما انتوا شايفين انا كورتها كده كور متساوية. هبدأ اعمل الكمية كلها، وبعد كده بقى بسيبها ترتاح 10 دقايق. ممكن احشيها حشوات كتير قوي. انا بحشي الحشوة ديت هحشيها جبنة وهحشيها شوكولاتة، لكن انتوا ممكن تحشوا حشوات كتيرة جدا. ممكن نحشيها
لحمة مفرومة تكوني معصجاها، ممكن تحشيها بانيه او شاورما برضو تكوني كده مجهزاه، ممكن تحشيها لانشون، ممكن تحشيها سجق. اي حشوة انت عاوزة تحشيها بيها ممكن تحشيها، تبقى طعمها بصراحة خرافة في اي حشوة تعمليها. خلاص كده انا خلصت كده كل الكميه بتاعتي، وبدات جبت صاج ودهنته زيت، وهبدا ان انا بقى رصيت فيه الكور كده اللي انا عملتها، وبغطيها باي حاجه وبسيبها ترتاح 10 دقايق. نفس الموضوع جبت الصاج التاني وعملت برضو 12 كوره تانية، ودهنتها دهنه من الزيت الصاج، وهبدا ارص برضو الكور بتاعتي واغطيها واسيبها برضو 10 دقايق ترتاح. وبعد ال10 دقايق هنشوفها مع بعض. خلاص كده انا اغطيها واسيبها 10 دقايق. كده خلاص غطيتها وسبتها 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده الحجم تضاعف معايا، وكمان العجينة ارتاحت. بسيبها ترتاح لي عشان تبقى سهلة معايا في الفرد، تفرد معايا بسرعة، ما تلزقش ولا تحتاج بقى مني دقيق تاني ولا زيت تاني ولا اي حاجة خالص. بتبقى قد ايه، حوالي كده شبر، يعني تقيسي شبر كده في الطول. بتبقى هي طول كده مناسب. تمسكي بقى سكينة وتبدأي تقطعي كده تقطعات رفيعة كده ما بينها، عشان خاطر نبدأ نعمل الشكل اللي احنا عاوزينه. معانا بقى جبنة اسطنبولي، جبنة فيتا، جبنة شيدر، اي نوع جبنة انت حباه، نبدأ ان احنا بقى نعمل بيه الحشوة بتاعتنا. حطيت كده معلقة صغيرة من الجبنة، وهبدأ ان انا اقفل عليها كويس، وبتبدأي تلفيها اللفة بقى عشان تدينا المنظر اللي انتوا شفتوه. هي بقى بيبقى منظرها ده، عشان كده احنا بنسميها قواقع الامير. زي ما انتوا شايفين كمان لما بتستوي بتبقى شكلها حلو اوي، حاجة كده تفتح النفس. هعمل معاكم كده واحدة تانية بالجبنة عشان تشوفوا برضو الطريقة كده حلوة اوي. انا عملتها بالجبنة. انا كنت بصراحة عاملة برضو حشوة بالشوكولاتة، بس مش عارفة يعني هو الكاميرا كده معندة معايا النهاردة، فلقيت ان الفيديو اللي انا عملت فيه حشوة الشوكولاتة برضو ما تصورش، فسامحوني بقى. بس هي نفس طريقة الجبنة. انا كسرت كده مكعب شوكولاتة وحطيته زي برضو ما حطيت كده الجبنة، وبدأت ان انا اقفل عليه. طبعا الشوكولاتة بتسيح فبتدينا طعم حلو قوي. انتوا عارفين ان الولاد بيحبوا طعم الشوكولاتة، فانا عملتها برضو بالشوكولاتة، بس سامحوني بقى ان الفيديو ما تصورش. زي ما انتوا شايفين كده المنظر بقى لما بقى بتدي لون كده في الفرن، بتطلع بقى شكلها حلو قوي. كده خلاص انا خلصت الكمية كلها، ومعايا بقى كده حوالي معلقتين من اللبن، ومعايا فرشة هبدأ ان انا ادهنها لبن من فوق. الناس اللي بتحب تدهن الحاجة بيض من فوق ممكن برضو عادي تجيبي بيضاية تضربيها كده، وتبدأي ان انت تدهني والوش الباتيه بتاعنا كده بالبيض. بس انا دهنته بالدقيق عشان ريحة الزفارة يعني شوية. بعد ما ادهنه بالدقيق بقى عندك حبة البركة، عندك سمسم بقى، يعني السمسم او البركة بقى، حبة البركة ما بندهنها كده او نرشهم من فوق بصراحة يعني بيودوها كده شكلها في حتة تانية خالص، بيخلوا شكلها تفتح النفس، تحس ان انت حاجة كده جايباها من الافران مش عاملاها في البيت. زي ما انتم شايفين كده انا عملت خلاص الكمية كلها. ببقى مسخنة بقى قبلها الفرن. خلاص كده انا طلعتها من الفرن. اول ما طلعت السجون بتاعتي من الفرن، رشيتها كده رشه بالميه بالبخاخه، او تدهنيها كده دهنه بالميه، وتبداي تغطيها كده باي حاجه عشان خاطر تطرى معايا. هي قعدت معايا قد ايه في الفرن؟ قعدت حوالي ربع ساعه. لو مش محتاجه شوايه خلاص، لو احتاجت الشوايه خلاص كده غطيتها كده زي ما قلت لكم 10 دقايق. بعد ما بخيتها بخه بالميه وغطيتها سبتها 10 دقايق، وبدأت ان انا بقى ارصها في الاطباق بقى بتاعتي. بصوا بقى حجمها يعني بصراحة جميل، كمان من جوه مفتحة كده وهشة، وريحتها مش قادرة اقول لكم، ريحتها كانت يعني مالية ريحة الشقة، مخلية ريحة الشقة جميلة. ريحة المعجنات يا حبايبي والله ما في احلى منها. تحسي كده بالخير في البيت لما بتعملي اي معجنات. طريقة سهلة وبسيطة. بصوا من جوه عاملة ازاي، يعني ما تتخيليش طعمها وريحتها حلوة قد ايه. كمان الحشوة الجبنة
طلعت حلوة أوي، طعمها حلو فيها، وكمان الشوكولاتة زي ما قُلت لكم كده إن أنا صوّرت شوكولاتة، بس للأسف إن الكاميرا ما صوّرتش المقطع دوّة. أنا حطيت مكعب شوكولاتة كده ولفّيته زي ما قُلت لكم. ممكن تعمليها بأي حشوة بقى من اللي أنتِ عاوزاها. بُصّوا الطراوة طرية، طرية يعني جميلة، جميلة أوي. تحسّي إن هي الواحدة مليانة كده وطعمها حلو أوي. اعمليها بقى على الطريقة ديّة إن شاء الله هتعجبكم. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات كده طلعت معاكم حلوة والّا طلعت معاكم إيه. إن شاء الله هتطلع معاكم أحلى وأحلى. ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة عشان تشوفوا معايا كل جديد، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة